يا اماني اصبري بس، خليني اعرف اتكلم معاكي. يا اماني انت فهماني غلط، انا ما فيش بيني وبين الست اي حاجه. كفايه كدب يا سميح، انا خلاص زهقت. يا عالي يا اماني بلاش مخك صغير، هي طريقه كلامك كده مع الناس كلها. ما هي لو كانت دي اول مره كنت صدقتك، لكن مش مطلوب مني ان انا اشوفك بتخوني واسكت. فين ده؟ انت مسكتي عليا ايه قبل كده؟ لما كان حد من صحابي بيقول انه شافك مع واحده قاعد معاها ما كنتش بصدق، وكنت باجي اسالك، واي رد كنت بتقوله كنت بصدقه واكدبهم هما. دلوقتي حضرتك انا شفت بعيني محدش قال لي. والنبي يا اماني بلاش فلسفه، عالي كده واهدي وطلعي هدومك فوق. بالبساطه دي؟ تفتكر لو عكسنا الموقف وانا اللي بخونك كان ايه هيبقى رد فعلك؟ ده لما شريف جه من غير ميعاد كنت هتقتله. ما تفكرنيش بالموضوع ده، والراجل غير الست. يا سلام، يعني حضرتك تدي الحق لنفسك انك تخوني وانا المفروض اسامح واسكت؟ تاني هتقول لك تخوني؟ استغفر الله العظيم يا رب، ربنا عارفوه بالعقل. انت مسكتي عليا ايه قبل كده؟ كان ممكن اصدقك لولا ان انا شفتك بعيني نازل هيام وغرام مع واحده على الفيسبوك. انا؟ يا ستي خدي تليفوني اثبتي اللي انت بتقوليه ده. انا مش محتاجه اثبت لك. ليه ان شاء الله الثقه دي؟ جريك ورا نزواتك القذره عمى عينيك ما خلاكش تشوف حاجه مهمه جدا. ليه؟ يا سميح بيه محترم، الست اللي انت نازل لي فيها هيام وغرام دي عارفه عنك حاجات كتير. الست دي تبقى انا